صباح الخير يا ولاد. زمان كانوا يقولوا اللي يصحى بدري ياخد نصيب بدري. أنا زمان كنت فاكرة النصيب فلوس بس، أصل اللي يبدأ يوم بهدوء الدنيا بتهدى معاه. يا تيتا صاحبتي ضايقتني ومش هكلمها تاني. استني بس يا بنتي، زمان قالوا الكلمة الطيبة صدقة، مش كل زعل يستاهل قطيعة. في ناس بتغلط علشان تعبانة مش علشان وحشة. اللي يكسب الناس يكسب الدنيا. بصي يا بنتي، الحياة زي الطبخة بالظبط، لو زودتي ملح باظت، ولو قللتي صبر باظت برضه. الصبر مفتاح الفرج، وأنا اتعلمت إن اللي يستحمل شوية ربنا يفرح قلبه كتير. اوعي تعملي الخير وتستني مقابل. زمان قالوا اعمل الخير وارميه البحر. أيوة يا تيتا. الخير بيرجع بس مش دايما من نفس الشخص، ربنا شايف وده أهم. يعني أعمل إيه علشان أبقى مبسوطة؟ 3 حاجات يا روحي، ما تجيش على نفسك علشان حد. اختاري راحة بالك قبل أي حاجة، واللي يحبك هيخاف يزعلك، اللي يبيعك برخيص سيبيه من غير فصال. افتكروا دايما الدنيا مش طويلة علشان نزعل فيها كتير. اضحكوا، سامحوا، وعيشوا ببساطة. كانوا بيقولوا زمان البساطة راحة. أنا مش دكتورة، أنا بس عشت كتير، ولو رجع بيا الزمن كنت سمعت كلام نفسي. ربنا يريح قلبكم يا حبايبي. يا سلام على الصبح، ربنا يرزقنا صباح من غير وجع دماغ. اوعى أول ما تصحى تفتح الموبايل، افتح الشبابيك ودخل نور ربنا البيت، افتح الدنيا كده. اللي بيبدأ يومه من غير فطار بيكمل يومه وهو عصبي. الأكل مش رفاهية يا حبيبي، ده بنزين القلب. اسمع كلام تيتا وافطر كويس حتى لو حاجة بسيطة. أهم حاجة تبدأ يومك صح، حتى لو حاجة بسيطة زي ده كفاية عشان جسمك يقوى وتتذكر تيتا طول اليوم. ما تضيعش وقتك في الكلام الكتير عن الناس، الناس مش هتفعلك إيجار دماغك. اللي يزعل منك مرة مش لازم تفضل تفكر فيه طول اليوم. ريح قلبك، مش كل حاجة تستاهل زعل يا حبيبي. اسمع كلام تيتا، اختار راحة بالك قبل أي حاجة. محدش بينفع حد. أنا الموبايل ده بيجيب لي صداع مش إشعارات. اقعد وقتك قدام الشاشة ده بس متخليش الشاشة تقعدك من حياتك. وازن بين حياتك والموبايل. عيش ببساطة، تضحك أكتر تعيش وأحلى. تيتو بتقول لكم الضحكة عمرها ما تكبر سنها. يا بنتي، اللي يوجع قلبك كل يوم مش نصيبك، ده درس ربنا بيقولك سيبيه. راحة بالك أغلى من أي حد مهما كان. اللي يكسرك مرة يا حبيبتي ما تستنيش منه يجبرك العمر كله. اللي مرتاح من غيرك ريحيه أكتر وامشي. اسمعي كلام تيتا قبل ما تندمي. أنا قلتلك نصيحة والباقي على قلبك. تعالي يا بنتي، تيتا هتقولك كلمتين يعيشوا معاكي العمر كله. زمان كنت أجري ورا الناس علشان أراضيهم، لحد ما اكتشفت إنهم مرتاحين وأنا اللي تعبانة. اللي عايزك يا حبيبتي هيقرب لوحده، واللي بعيد سيبيه مرتاح. تيتا قالت واللي يسمع يعيش مرتاح. تعالي يا بنوتي، اقعدي جنب تيتا حبيبتك. تعالي احكي لك حكاية حلوة، أصل الحكايات ما بتحلاش غير لما الليل يسكت. زمان يا ستي البيوت كانت صغيرة، بس القلوب كانت واسعة تكفي الدنيا كلها. كان في بنت اسمها سعاد، ضحكتها تسبقها قبل ما تدخل أي مكان. وفي يوم شافها شاب بسيط، لا غني ولا وسيم قوي، بس عينه كانت مليانة حب، وكان يجي يستنى تحت البلكونة كأنه بيستنى العيد. وفي مرة رميت له المنديل بالغلط، قام شايله كأنه كنز واحتفظ بيه. أصل زمان يا بنتي الحاجة الصغيرة كانت تسعد القلب الكبير. خروجاتهم كانت بكيس ترمس وكوب شاي،
مفيش مطاعم ولا فخامة، بس الضحكة كانت مالية الدنيا. وفي يوم اتخانقوا مع بعض. خلاص أنا مش عايزاك. بس يا بنتي، اللي بيحب بجد ميعرفش يمشي. فضل واقف تحت المطر بالساعات لحد ما أمها بصت من الشباك وقالت: يا بنتي الراجل ده شكله ناوي يعيش معاكي العمر كله. واتجوزوا، لا فستان غالي ولا قاعة كبيرة، بس كانت فرحة تكفي بلد. وكانوا برضو بيتخانقوا ويصالحوا بعض بسرعة. أصل زمان ما كانش حد بيكسب الخناقة، اللي كان بيكسب دايما هو البيت. تيتا عاوزة تقولك يا حبيبتي، الحب مش كلام حلو بس، الحب إنك تحس بيه أمان. أحلى حاجة في زمان إن الناس كانت بتحب بقلوبها مش بموبايلاتها. وبعدين يا تيتا عاشوا مبسوطين؟ أيوة، عاشوا مبسوطين علشان حياتهم سهلة وبسيطة، وعلشان كل واحد اختار التاني. افتكري كلام تيتا، الحب الحقيقي مش اللي يبهرك، الحب الحقيقي هو اللي يطمن قلبك. تصبحوا على حكاية حلوة من بيت تيتا. تعالوا نسمع شوية حاجات بسيطة جدا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفاصيل عن بيته ومع زوجاته ناس كتير ما تعرفهاش. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان قائد للأمة كلها، يا ترى كان بيعامل زوجاته إزاي وهو في بيته بعيد عن الناس؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت كانت بسيطة جدا، مفيش طرف ولا حاجات كتير، كان بيته بسيط من الطين وجريد النخل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيعتبر نفسه أعلى من حد، بالعكس كان بيساعد زوجاته في البيت ويخيط توبه ويصلح حاجته بنفسه. حتى لو حصل أي موقف صعب أو زعل بسيط كان بيتعامل بهدوء شديد ورحمة، ومكنش بيزعل أو يتعصب بسرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بزوجاته جدا، لدرجة إنه كان يشرب من نفس المكان اللي شربت منه السيدة عائشة، وده كان تعبير بسيط عن الحب. ده حب جميل. بالظبط. في يوم من الأيام حصل موقف بسيط من السيدة عائشة رضي الله عنها بسبب الغيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال بهدوء: غارت أمكم. ومش بس كده، كان بيضحك ويمزح كمان، وسبق زوجته عائشة في الجري مرة، وكان بينهم لحظات فرح بسيطة وجميلة. حقا؟ نعم، وأنت تسبقني الآن. سأفوز. سنرى يا بطل. وبعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيهاش أبدا، وكان دايما يذكرها بالخير ويهدي لصديقاتها وفاء لها. ومن أجمل الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني أهم حاجة هي الرحمة في البيت. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل بيته إنسان رحيم بسيط، وبيعامل كل اللي حواليه بحب كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحن إنسان في الدنيا، كان بيحب الناس كلهم وبيعاملهم بلطف وصدق حتى في بيته ومع أقرب الناس ليه. ولو اتعلمنا منه حاجة فهي إننا نكون طيبين ونحترم بعض ونحب الخير لكل الناس. صلى الله على سيدنا محمد أفضل خلق الله.